السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تشوفوه نتوما في صحه جيده ونتوما بخير وعلى خير ان شاء الله. هادي واحد الورقه ديال الامانه بالنسبه للبنات اللي بغاو لي كوموند ديالهم. راه كنصيفطوا في الامانه البنات وكنديروا توصيل مجاني لجميع المدن. هادي واحد الكوموند ديال واحد السيده، كنوجه ليها التحيه من هاد لا فيديو. هي متتبعه ديالي، يلا كي صيفط ليها اليوم تحاميل صحراوية بالنسبة لجميع المنتوجات الصحراوية لزيادة الوزن. راه كاينين في المتجر ديالنا فاطمة الصحراوية. عندنا جوج صفحات، كاينه الصفحة باسم كوثر الصحراوية، كاينه باج اخرى باسم فاطمة الصحراوية، وعندنا باج في انستغرام، عندنا باج كذلك في تيك توك. بالنسبة لهاد هاد لي باج كاملين راح كنجاوبوا فيهم 24 ساعه في وقت ما صيفطوا. راه غنجاوبكم ان شاء الله من غير الاوقات بطبيعه الحال، ما يمكنش اننا نجاوبوا يعني من يعني 12 الليل الفوق. راه ما تقدر ما تلقاونيش ديسپونيبل فيهم. المهم تخليو لي ميساجاتكم ان شاء الله كنجاوبوا على كل شيء. بالنسبه للبنات هاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم واحد الكريم، هو كريم طبيعي. بالنسبه للكريم، هاد الكريم هذا راه كاين في المتجر، غير هو راه ماشي نفس التركيبه ديال هاد الكريم اللي غنعطيكم في هاد الفيديو. الكريم اللي غنعطيكم في هاد الفيديو يعني كصنع منزلي، تقدروا تصنعوه نتوما راسكم بمكونات ساهلين. غير هو الا بغيتو شي حاجه مكونسونطريه، شي حاجه اللي مبازيه بزاف على بزاف الحوايج، وبطبيعه الحال كنركز على انها تكون طبيعيه 100% خاليه من اي مواد كيماويه ولا اي ماده اللي تضركم، بالعكس توضع على الستر ديالكم، وهو طبيعي 100%. ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه، اي وحده تقدر تستعمله. وبالنسبه لهذا الكريم هذا غادي نحطو لكم هنا باش تشوفوا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يكومونديوه يدخلوا عندنا الواتساب، راه كنجاوبوا على كل شيء. بالنسبه لهذا الكريم اللي غنعطيكم في هذا الفيديو ساهل، طريقته سهله، ماشي شي حاجه اللي معقده. بالنسبه للبنات اللي باغيين زياده يعني حجم ديال الصدر، غنقول لكم واحد المعلومات بالنسبه للصدر. الصدر كاين واحد النوع ديال البنات سبحان الله، راه ملي كتضعف كيضعف صدرها مباشرة، وملي كتغلط سبحان الله كيغلط حتى الصدر ديالها. يعني كاين هاد النوع، وكاين واحد النوع صعيب يعني واخا تكون هي غليظة صدرها كيكون صغير. يعني في هاد الحالة هادي هذيك العضله خصنا حنا نخدموها ريوسنا. يعني هي ما كتكبرش هكاك بصفه تلقائيه، واخا تاخدي مواد لزياده الوزن، تاخدي بزاف د الحوايج، ولكن يعني كنهضر على طريق الماكله ما كتعطيكمش النتيجه. هذيك البلاصه يعني خصها تخدم، خصها تحرك. دوك الخلايا اللي فيها والانسجه اللي فيها خصنا نحركوهم، يعني وهي عضله خصها تحرك. كيفاش غنحركوها؟ تحركوها بواحد تصايبوا واحد الكريم على شكل مساج، وكديروا به مساج كل ليله. وبطبيعه الحال اول حاجه خص المنطقه ديال الصدر تكون نقيه، يعني ما يكون فيها لا كريمات لا حتى شي حاجه. تغسلوا بالصابون هو الاول وتنشفوا البلاصه، عاد طبقوا عليها الكريم. بالنسبه طريقه تحضير هذا الكريم غادي نعطيها لكم ان شاء الله دابا في هذا الفيديو. طريقه تحضير الكريم البنات، غادي تاخدوا الحلبة البلدية، حلبة بلدية اللي كتكون عند العطار. يعني ملي كتمشيو عند العطار تاخدوا الحلبة البلدية باش تديروا الفرق بيناتهم. هذيك الرومية كتكون شوية الحبة ديالها طويلة، شوية كتكون غليظة، يعني الحلبة البلدية كتكون شوية رقيقة وكتكون عامرة بهادوك حوايج اخرين من غير الحلبة، يعني صعاب انها تنقى. فهمتوا؟ بحال مثلا خدينا العدس ولا شي حاجه بحال هكا كتكون صعيبه تنقى، يعني كتكون فيها بزاف د الرواسب، يعني خصنا نقيوها عكس الاخرى اللي كتكون روميه. يعني غير باش تميزوا بيناتهم، هذه هي طريقه باش تميزوا بيناتهم. غتاخدوها البنات، اول حاجه غادي ديروها كتنقيوها مزيان، كتاخدوا فيها مقدار ديال كاس العنبه، كتعمروه
وكتخويوها في كاسرونة وتخويوها على جوج كيسان ديال الماء. يعني مثلا درنا قياس ديال كاس العنبة، غنديرو الضعف، يعني غنديرو جوج كيسان عامرين ديال الماء في كاسرونة صغيرة، ونشعلو عليها البوطة حتى كيتغلى داك الخليط. يعني كتحسو بديك الحلبة تلقات مزيان في داك الماء، تخليوه يتغلى. الا حسيتو بها شربات الماء زيدوا الماء، المهم خصو يكون مشوي، يكون فيها الماء واحد شويه. بحال مثلا غير الا هملتوها في البوطه وحسيتو بها شربات الماء زيدوه وخليوها حتى تطبخ مزيان، يعني تطلق مزيان. هذه بالنسبه من جهه اللي بغاو مثلا يحضروها دغيا. كاينه ثاني كتشد ديك الحلبه كترقدها غير هي الا رقدتيها فهمتي، خصك تخليها واحد مده طويله باش انا اطلق لك. يعني هاد الطريقه اسهل. ملي كتطبخ لكم كتشدو داك الماء ديالها كتصفيوه، كتخليوه حتى كيدفى غير واحد شويه، كيدفى كتزيدو عليه مايزينا. القياس ديال المايزينا اللي غتزيدو، زيدو 3 المعالق كبار ديال المايزينا. المهم مايزينا اما كتشدوها كتخلطوها مع شويه الماء بارد هكا باش ما تجيكمش كويرات هكا، ما تجانش مع الخليط ديال الحلبة. ولا كتخليو داك الماء الحلبة يبرد شويه، عاد كتزيدو مايزينا وبالتحرك كترجعوها تاني للبوطه، كتحركو حتى كتحسوا بها بدا كيتجمع، يعني ها كيتشكل على شكل كريم. ما تكونش تاني قاصحه بزاف، يعني غير تجمع شويه صافي طفيو على البوطه، ما تخليوهاش تقصاح، حيت الا قصاحت الكريم ما غيجيش كما بغينا، ما غيتشدش لينا، ما غيدهنش لينا صدرنا كما بغينا. المهم ملي كتطفيو عليها كتخليوها حتى تدفى، يعني ما تكونش تاني سخونه بزاف. كنجيبو زيت الكتيره راه كاينه عند العطار، كتباع بكثره، كاينه متوفره. خذوا الاوريجين ديالها، يعني شي حاجه مزيانه، ما تاخذوش اي حاجه. وخذوا هذاك زيت الكتيره، ضيفوا فيها بضع قطرات لهذاك المسحوق اللي يعني داك الكريمه اللي صايبته. وكاين اللي كتزيد تا زيوت اخرين، الا بغات مثلا شي زيت عطري اللي يخلي ليه واحد الريحه زوينه في داك الكريم تقدر تزيدو. غير هو اللي عندهم شي تحسس ولا شي حاجه ما يزيدوش كاع دوك الزيوت، ما يزيدوش شي زيت من راسهم. ملي كتزيدو داك الزيت الكثيره كتحركو داك الكريم مزيان، كتخليوه يبرد مزيان، وكديري في شي علبه زجاجيه ولا علبه بلاستيك اللي كان كتخليوه وكتبقاو تستعملوه. يعني كل ليله كتاخدوا هذاك الكريم وكتطبقوه على المنطقة الصدر بمساج. يعني الفعالية ديال الكريم راه كتكون بالتساوي مع المساج. الا ما كانش المساج بحال الا ما درتو والو، حيت العضله حنا كنعاونوها باش بحال الا تحيه تعاود تحيه من جديد، حيت كتكون ناعسه، كتكون خامله، ما كتبغيش دغيا تكبر. راه في نفس الشيء كيديروا مثلا الناس اللي كيترينيو في لاصال، يعني مثلا اللي كيديروا المسكيلاسيون، كتكون عندهم مثلا واحد العضله ناعسه، كيمشيو هما يفيقوها بالرياضه والاكل الصحي. نفس الشيء نتوما غديروا، يعني انتي كتفيقي دوك العضلات. يعني بحال هكاك السيمانه الاولى الثانيه كتبداو تحسوا بان فحال سبحان الله دوك العروق اللي كيكونوا في الصدر كيبداو يتجبدوا، كتحسوا داك الاحساس بان الصدر كيبدا يعمر. غير بداك المساج اللي كديروا بهذا الكريم. بس الكريم راه كيرطب وفي نفس الوقت ما كيخليش الصدر ناشف، كيرطب لان فيه زيت الكثيره، فيه مايزينا. حتى الماء ديال الحلبة راه زوين بزاف للصدر، حتى اللي عندهم داك الكلفت الولاده ولا عندهم شي تصبغات في الصدر ولا هذا، راه تتوحد حتى اللون ديال الصدر. وكتقولوا لي دابا كوثر الا درنا هادشي كامل واش هذاك الكريم نخليوه في صدرنا ونعسو شنو ملي غادي ديروا الكريم تلكوا على صدركم، ديروا مساج وكتنعسوا به. ما تنعسوش بشي حاجه مزيره لكم على صدركم، يعني تنعسوا بشي ملابس يكونوا مرخوفين وصافي وكتنعسوا. وملي كتفيقي كتاخدي ما يكون يعني فاتر، ما عادي بارد. تفاداو كاع الماء السخون
المنطقة ديال الصدر، لحقاش المسخ المنطقة ديال المسخ المنطقة ديال الصدر كي كترهل مع المدة. يعني ديروا هاد القضية حتى ملي كدوشو عاودوا طرفوا بالماء يكون بارد باش الصدر ما كيطيحش. بالنسبة لهاد الفيديو بطبيعة الحال راه خاص بالنساء، يعني راه مكاينه حتى شي معلومة هنا اللي غيتصنت ليها شي راجل، يعني خاص بالنساء فقط، لحقاش انا في هذا الفيديو راه كنقول بزاف الحوايج اللي خاصين بالنساء. وما تنسوش ليا البنات اللايك للفيديو. المهم بالنسبه نكمل لكم الطريقه ملي كتفيقي في الصباح، هذوك البقايا اللي كيكون مازال ديال الكريم كيفاش تمسحيهم. كتاخدي الماء عادي، تاخدي فوطه وكتمسحي بها الصدر ديالك مزيان من دوك البقايا. ولا قديتي مثلا في هذا البرد يعني ما عكستيش، راه يمكن كاع تاخدي دوش خفيف هكا وتزيدي دوك الاثار ديال الكريم. غير هي الدوش في الشتا وهذا البرد يعني كيصعب على اي وحده هكا دير، يعني تمشي تدوش كل نهار. داكشي علاش يعني هاد الطريقه مزيانه. وحتى ملي كتبغيو تنعسو ديرو نفس الشيء، يعني فوطه هكا تمسحو بها الصدر ديالكم يكون ممسوح من الكريمات، من داك العرق كاتكم اللي كيكون كلشي. المهم يكون صدر نظيف باش داك الكريم وهداك الماساج اللي كديروا معاه تكون نتيجه زوينه. هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف الى تصنتوا الفيديو من الاول حتى الاخر. شكرا لكم بزاف على وقتكم البنات. واللي بغات كما قلت لكم الكريم جاهز ومقاد بطبيعة الحال، ماشي هذا اللي عطيت في الفيديو، بتركيبة اخرى وبمكونات اخرين. ان شاء الله راح نخلي لكم يعني في التصويره الرقم ديال الواتساب ديالنا. دخلوا عندنا وكومونديو عليه ان شاء الله، كنديروا توصيل مجاني جميع المدن. وطلعوا لي فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.